ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ جايبالك النهارده افكار لرمضان. هقولك ليه السوبر ماركت بيخلص فلوسك، السر اللي محدش بيقوله، طريقة تمنعي نفسك من التبذير. لو اول مرة بتشوفيني فانا امنية علي ودي قناتي، ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، واللايك لان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو ويخليه يوصل لاكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. النهارده بقى هقولك السر اللي لو فهمتيه عمر فلوسك ما هتضيع تاني. قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب وراحة بال، ويا رب دايما بيوتكم تكون مليانة ضحك ولمة حلوة ومحبة، والناس اللي زعلانة من بعض ربنا يصلح حالهم ويجمعهم على خير يا رب. بصوا بقى يا بنات، الدنيا مش مستاهلة زعل، ولا مستاهلة نضغط نفسنا عشان مظاهر، ولا مستاهلة اننا نصرف فلوسنا على حاجات مش محتاجينها اصلا. اهم حاجة في الدنيا الراحة النفسية، والراحة النفسية دي تيجي لما يبقى بيتك مستقر ومصاريفك متحكمة فيها مش هي اللي متحكمة فيكي، ومفيش حد ليه عندك حاجة. أول حاجة هقولك عليها الحقيقة اللي محدش بيعترف بيها، أنا هقولك اعتراف. أنا عن نفسي بحب السوبر ماركت جدا، بحب اللف فيه وبحب الأقسام المتنوعة اللي فيه، وبحب إن كل حاجة قدامي ببقى شايفاها كده وشايفة سعرها، على عكس ما اروح بقالة لازم أسأل على كل صنف، والمحل صغير وغالبا مش بعرف أدخله، ببقى أنا واقفة برا والحاجة شايفاها من بعيد. لكن ميزة السوبر ماركت إن كل حاجة معروضة قدامك، فأنا بقولك النهاردة المميزات والعيوب. بس بحب فكرة ان انا اشوف الحاجة والمسها بايديا قبل ما اشتريها. السوبر ماركت معمول بطريقة تخليكي تصرفي غصب عنك، ودي الخدعة بقى، والله غصب عنك، مش ضعف منك، بس دي خطة تسويق مدروسة. العروض والالوان والترتيب وان الحاجة قدامك وتقدري تمسكيها، وتمسكي الحاجة عند الكاشير، والحاجات المنتجات الجديدة وكل حاجة جديدة هتلاقيها في السوبر ماركت. كل ده بقى معمول عشان يخليكي تشتري زيادة. انتي داخلة تقولي مثلا هجيب رز، هتلاقي نفسك قدامك عرض على المكرونة وعرض على العصير وعرض على الشوكولاتة، وفي شوكولاتة جديدة وبسكوت هدية وحاجات كتير، مغريات كتيرة جدا. تقولي ما هو عرض، خسارة اسيبه، ترجعي البيت اشتريتي حاجات ب700 جنيه وانتي اصلا نازلة تشتري حاجة ب200 جنيه. امتى بقى لازم تمنعي نفسك تدخلي في حاجات؟ لازم تقولي لنفسك لا. امتى تقولي لأ للعروض الشهر ده ولأ للرفاهيات؟ امتى؟ لو عندك ديون، لو مصاريف جاية مثلا وعندك أزمة مالية، مرتب مش مكفي، وقتها بقى الشطارة في تقليل الإغراءات والتحكم. انتي محتاجة بس تدربي نفسك، والله زي ما بندرب الأولاد على الحاجات البسيطة البدائية دي، انتي محتاجة تدربي نفسك على انك تتحكمي في مصاريفك. لما نفسك تقولك هاتي حاجة دي تقولي لها لأ مش محتاجاه. التحكم ده دلوقتي لو وصلتي ليه هتوصلي لمرحلة اسمها راحة الميزانية. يعني هقولك على مثال، مثلا هتعملي كشري، هتشتري ايه بقى؟ لوازم الكشري، وانتي نازلة تشتري من السوبر ماركت تلاقي نفسك بتجيبي سناكس وبتجيبي شوكولاتة وعصاير وحلويات، وتبصي تلاقي نفسك بتشتري كل العروض وانتي مش محتاجاها دلوقتي. لا، هاتي اللي انتي نازلة ناوية تشتريه على قد الطبخة اللي انتي عايزاها وعلى قد المنيو الاكلات اللي انتي نازلة بيه وقائمة المشتريات. غير كده بقى اسمها رفاهية، حتى لو هتحتاجيها بعدين، بس احنا بنظبط الميزانية. هقولك بقى على البدايل اللي انتي ممكن تشتري منها. مثلا بدل ما تشتري منظفات غالية اعملي منظف في البيت، زي اهالينا زمان ما كانوا بيستخدموا المية السخنة وشوية خل وشوية ملح ليمون. هتدعكي حاجة بسيطة كده، انقعي بس في الحاجات دي هتلاقي نفسك بدعكة بسيطة كده البقع بتطلع، وهتطلع لك نتيجة جميلة جدا ونظافة ولمعان، وكده انتي وفرتي فلوس. مش لازم بقى نروح نجيب كل منظفات مذيب الدهون والباور والحاجات دي بكل انواعها وحاجات غالية. لا، يعني احنا ممكن نوفر من الحاجات دي. الست الشاطرة مش اللي بتدفع اكتر، الست الشاطرة اللي بتعرف توفر اكتر. لو معاكي فلوس وعليكي ديون، يبقى الفلوس مش فلوسك، الأولوية تسدي اللي عليكي، مش شراء اللي في نفسك. لا، اشتري اللي في نفسك بعدين بعد ما تسدي اللي عليكي، لأن الشعور إن مفيش حد مستني منك حاجة ده أجمل حاجة من إنك تشتري حاجة نفسك فيها. هقولك بقى إزاي تفرحي نفسك من غير تبذير،
ولو نفسيتك محتاجة فرحة، وأكيد يعني كلنا محتاجين حاجة زي دي، اعملي حاجة بسيطة، اشتري حاجة صغيرة لنفسك، اعملي أكلة بتحبيها، غيري شكل ركن في البيت، هتلاقي نفسك مبسوطة. بجد يا بنات، السعادة مش سعرها غالي، احنا اللي بنغليها. خليكي فاكرة دايما ان الفلوس نعمة، والنعم لو ما تحافظش عليها بتروح. مش كل حاجة نشتري، ومش كل حاجة عرض يتاخد، ومش كل رغبة تتنفذ. الست التقيلة هي اللي تعرف تقول لنفسها كفاية. وكمان وانتي نازلة السوبر ماركت لازم تبقي واكلة كويس وشاربة المشروب. هقولك لو في رمضان بقى، انزلي وانتي كاتبة قائمة المشتريات، وتبقي مركزة كويس قوي ان انتي ما تطلعيش بره قائمة المشتريات. وكمان يا ريت ما تاخديش الاطفال، لانك لو اخدتي الاطفال هتلاقي نفسك بتشتري حاجات فوق ميزانيتك، وحاجات انتي مش ناوية تشتريها. طبعا هتقولي لا مش هحرمهم، واللي يشاور عليه هجيبه، بس ده بقى بيبوظ الميزانية. فلما تنزلي ما تاخديش حد معاكي، كمان تبقي محددة الحاجة اللي انتي هتشتريها فتجيبيها بسرعة وتروحي. بصوا بقى يا بنات، ركزوا معايا في الحتة دي عشان دي من أهم الحاجات اللي ممكن تغير حال أي بيت من غير ولا جنيه زيادة دخل. المشكلة مش إن الفلوس قليلة، قد ما المشكلة إننا ساعات ما بنعرفش نمسكها وهي في إيدينا. يعني ممكن واحدة يكون معاها نفس المرتب اللي معاها مع جارتها، بس جارتها عايشة مرتاحة، وهي بقى طول الشهر شايلة هم. ليه؟ والفلوس خلصت ليه؟ لأن الأولى بتصرف بوعي والتانية بتصرف بمزاجها، وكلنا والله بنغلط الغلطة دي. نبقى نازلين نجيب حاجة واحدة بس، فبنرجع شايلين 5 شنط، ونقول أصل كلها كانت عروض، وأصل السعر كان حلو، وأصل قلت أجيبه بدل ما يغلى. طيب ما انتي كده ما وفرتيش، انتي صرفتي. التوفير الحقيقي مش ان السعر يبقى قليل، التوفير الحقيقي انك ما تشتريش حاجة اصلا انتي مش محتاجاها. ودي نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها. كمان حكاية اننا نكافئ نفسنا بالشراء دي خطيرة جدا. يعني تبقي مخنوقة تنزلي تشتري، مبسوطة تنزلي تشتري، زهقانة تفتحي موبايل وتطلبي حاجات. في كل الحالات دي شراء 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 شراء. طيب الفلوس هتستحمل منين؟ ما طبيعي هتخلص. عشان كده الست الشاطرة قبل ما تحط ايديها على اي حاجة تسأل نفسها سؤال صغير بس مفعوله كبير جدا: انا محتاجة الحاجة دي ولا نفسي فيها؟ لو محتاجاها خلاص توكلي على الله، ولو نفسك فيها استني يوم، ولو بعد يوم لسه عايزاها يبقى تمام هاتيها. لو نسيتيها يبقى كانت رغبة لحظة وراحت. وصدقيني الحركة دي لوحدها هتوفر لك مبلغ كبير جدا في آخر الشهر. كمان حكاية المبالغ الصغيرة اللي بنستهون بيها دي مصيبة وكبيرة جامدة جدا. أصل دي ب10 ودي ب15 ودي ب20. كلمة بس دي أخطر كلمة على الميزانية، لأن العشرات الصغيرة دي لما بتتجمع بتعمل رقم كبير وانتي مش حاسة. وعشان كده لازم يبقى عندك قاعدة ثابتة لازم تمشي عليها طول الشهر: مش كل حاجة أقدر أشتريها لازم أشتريها، لأن القدرة على الشراء مش معناها إن الحاجة ضرورية. الذكاء الحقيقي إنك تسيطري على نفسك مش على السوق. السوق شاطر وشاطر جدا في إنه يقنعك إنك محتاجة كل حاجة حواليكي، لكن انتي الأشطر لما تعرفي تقولي لأ. لأ دي مش وقته، ولأ دي مش أولوية، ولأ أنا عندي بديل. وهنا بقى الفرق بين واحدة آخر الشهر بتستلف وواحدة آخر الشهر معاها حتى لو مبلغ صغير مركون. المبلغ الصغير ده بقى بيدي إحساس أمان نفسي رهيب، بيخليكي حاسة إنك مسيطرة مش مضغوطة، مطمنة مش قلقانة، وعارفة إن لو حصل أي ظرف مش هتتلخبطي. علشان كده دايما خلي هدفك مش إنك تشتري أكتر، هدفك إنك تحتاجي أقل، لأن كل ما احتياجاتك قلت كل ما راحتك زادت. واللي تعرف تعيش بالمعقول هتعيش مرتاحة طول عمرها. ما تنسوش بقى تقولولي في التعليقات أي فكرة عجبتكم أكتر، وإيه الفكرة اللي انتي فعلا بتنفذيها، وإيه الفكرة اللي عجبتك واقتنعتي بيها وهتنفذيها. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.